المشاهدات الكريمات، نجدد بكم الترحاب ونتمنىكم في أحسن الأحوال. حزب جديد ينضاف إلى قائمة تضم حوالي 33 حزبا في المشهد المغربي، وهذا الحزب الجديد هو بمثابة انشقاق جديد، أو على الأقل هذا ما يدعيه أصحاب هذا المشروع. هذا الانشقاق الجديد وقع في بيت الحركة الشعبية، انشقاق أيضا ينضاف إلى سيل من الانشقاقات شهدها هذا البيت الحركي منذ تأسيسه في البدايات الأولى لحصول المغرب على الاستقلال. لكن الانشقاق هذه المرة بنكهة خاصة، لأن معظم الأسماء اللي شفناها تبنات هذا الانشقاق ودفعت على هذه المبادرة، السمة الأساسية والقاسم المشترك بيناتها هو أنها تنحدر من منطقة الريف. لماذا هذه المنطقة بالضبط؟ ما القيمة المضافة لهذا المشروع الجديد؟ وماذا عن المشهد الحزبي الذي يعاني من إسهال واضح في تأسيس الأحزاب، تأسيس الدكاكين الحزبية دون قيمة مضافة سوى ما يمكن أن نسميه بهدر المال العام، هدر للدعم العمومي الذي يوجه سنويا لهذه الأحزاب، لجزء كبير من هذه الأحزاب، ويوجه لها أيضا في المحطات الانتخابية. وشفنا في هذا الإطار التقارير المتتالية التي ينشرها المجلس الأعلى للحسابات والملاحظات التي يسجلها بهذا الخصوص، وكذلك شفنا أساسا المبالغ المالية الكبيرة التي توجه لهذه الأحزاب من المال العام. لكن القيمة المضافة هي هذا العبث الذي نلاحظه ونعاينه في المشهد، هي هذه الأعطاب التي تشير إليها هذه التقارير التي يصدرها مجلس الحسابات، هي هذه النخب الحزبية التي تعاني في جزء كبير منها من فقدان المصداقية، وتطارد البعض منها شبهات فساد وتضارب مصالح. هي هذه الثقة اللي ولات مفقودة بين الفاعلين الحزبيين على العموم وبين شريحة واسعة من المواطنين. وشفنا المشاركة في الانتخابات السابقة، وشفنا كذلك المشاركة الباهتة جدا في الانتخابات الجزئية اللي شهدتها عدم الدوائر الانتخابية في المغرب، وآخرها الدائرة ديال المحيط في الرباط اللي لم تتجاوز نسبة المشاركة من العدد الإجمالي ديال المسجلين 6 إلى 7%. أصحاب هذه المبادرة الجديدة اختاروا اسم الحركة الديمقراطية الشعبية لهذا المولود الجديد، ولكي يبدأوا في عملهم ومعهم شرعية التاريخ، الشرعية التاريخية اللي ولا كل شيء كيقلب عليها، فهم قدموا أنفسهم على أنهم استمرارية لحزب الحركة الشعبية، وبأنهم أجبروا على المغادرة وعلى تأسيس هذا الحزب الجديد بسبب ما يسمونه بغياب الديمقراطية الداخلية. وزارة الداخلية ما حسماتش إلى حدود الآن في هذا الملف، والقضية على ما يظهر فيها الطعن ديال الحركة الشعبية التي رفضت أن ينتسب إليها هذا المولود الجديد. لكن المعطى اللافت كما شرنا في البداية ديال هذا الفيديو هو أن جل المؤسسين، أو على الأقل أبرزهم، ينتمون إلى منطقة الريف، هم بالأحرى من أعيان منطقة الريف، أعيان شفنا أن عدد منهم كانوا ينشطون في الحركة الشعبية ويترشحون باسمها، بل إن البعض منهم كانت عنده طموحات أنه يولي أمين عام ديال الحركة الشعبية في وقت ما وفي سياقات ما. ومن أبرز هذه الوجوه كاين محمد الفاضلي،
وهاد الاسماء في بعض التصريحات كيقولوا بان نخب المنطقه ديال الريف في الحركه الشعبيه لم تنل حظها، وبان هناك تهميش للنخب التي تنحدر من هذه المنطقة في الحركة الشعبية ومن ترشيحها لتولي المسؤوليات الحزبية والمسؤوليات ديال تولي تدبير الشأن العام. الحركة الشعبية اللي كلنا كنعرفوا بان ابرز الوجوه، هذه ملاحظه مهمه جدا في هذا السياق اللي كنهضروا عليه، ابرز الوجوه المسيطره على هياكل الحركه الشعبيه تاريخيا تنحدر اساسا من الاطلس المتوسط والبعض من المنطقه ديال الجنوب الشرقي. المؤسسون ديال الحزب الجديد بحال الا بغاو يقولوا لنا بانهم جاو باش يديروا مشروع جديد مفتوح في وجه اعيان منطقه الريف اللي عندهم مع نفس الخطاب ديال الحركه الشعبيه. والحركه الشعبيه كلنا كنعرفوا بان الخطاب ديالها اساسا مبني على جوج ديال النقاط: العالم القروي والامازيغيه. هذا الخطاب ديال الحركه الشعبيه فيه نقاش كبير تاريخيا وفيه تساؤلات كبيره، لان الممارسه على ارض الواقع واثناء تولي المسؤوليات الحكوميه واثناء تولي او المساهمه في تدبير الشأن العام الحكومي لعقود سالفه ولعده ولايات تفضحوا بالنسبه للعدد ديال المتتبعين والمنتقدين زيف الشعارات وزيف الخطابات. وهذا نقاش اخر يمكن لنا نرجعوا ليه في محطه اخرى، لكن خلونا نقولوا في نفس الموضوع ديالنا بان الحزب الجديد تبعا لما ينشر في وسائل الاعلام حول هذا الموضوع، هذا نحن امام حزب جديد لكن بوجوه قديمه باعيان. شفنا ان عدد منهم دوزوا عقود في الممارسه السياسيه وفي تولي المسؤوليات الانتدابيه على الاقل بنتائج ومسارات تواجه انتقادات كثيره. النقطه اللي غادي نوقفوا عندها كذلك وهي مهمه هو ان القانون ديال الاحزاب السياسيه يمنع تاسيس احزاب اللي مبنيه على المعايير الجهويه ولا المبنيه على اسس عرقيه ولا اثنيه، وهذا الشيء واضح في القانون المغربي. مع ذلك فخلونا نقولوا بان المشهد الحزبي في بلادنا فيه هذا الحضور المجالي والثقافي اللي كيعكس التنوع المجالي والتنوع الثقافي في بلادنا. في حزب الاستقلال اللي كلنا كنعرفوا بانه يقدم ولا يزال على انه حزب ديال العائلات المدينيه اللي كانت اساسا هي اللي شكلات ما يسمى بالحركه الوطنيه. وهذا الحزب هو امتداد للحركه الوطنيه، والعائلات اللي اسست هذا الحزب هي امتداد للعائلات المدينيه اللي ساهمت بشكل اكبر في تاسيس الحركه الوطنيه. وملي كنهضروا على الحركه الوطنيه كنهضروا في المقابل على جيش التحرير، كنهضروا على المقاومه المسلحه اللي الحركه الشعبيه مثلا كتقول بانها هي الامتداد الشرعي الفكري والثقافي لهذا الخطاب ديال المقاومه ديال المستعمر وديال جيش التحرير في مواجهه المستعمر اللي كيتشكل من الناس ديال العالم القروي. هاد الناس ديال العائلات ديال حزب الاستقلال هي عائلات كلنا كنعرفوا بانها العائلات كنقصدوا بها العائلات العريقه في المدن الكبرى والمدن التي تعرف بانها مدن تاريخيه كما هو الشان بالنسبه لفاس وسلا وتطوان والرباط وغيرها. حزب الحركه الشعبيه فيه اعيان ديال المناطق الاطلس المتوسط
والجنوب الشرقي، وبدرجة أقل الأعيان ديال سوس والريف. الحزب الوطني الديمقراطي البي ان دي كان يقدم واحد الوقيته على انه الحزب ديال العروبيه بين مزدوجتين، ويقصد بها النخاب القرويه لكن التي تنتمي الى مناطق كتهضر بالدارجه. حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه وحزب الاتحاد الاشتراكي بعده اللي هو امتداد بشكل ما لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، يقدم على انه حزب ديال الطبقه المتوسطه في المدن الكبرى اللي عندها مطالب اصلاحيه واحد الوقيته، ولكن بخلفيه اجتماعيه ويساريه، وهي تطالب باصلاحات لكن في ظل الاستمراريه واللائحه طويله ديال هذا الحضور المجالي والثقافي والاجتماعي في عدد من الاحزاب الكبيره اللي كاينه في المشهد الحزبي عندنا في المغرب. واش هذا الحزب الجديد يمكن له انه يملأ الفراغ في المنطقه ديال الريف في ظل استحضار سياقات معينه؟ وهنا كنستحضروا السياق المرتبط بالحراك الاجتماعي اللي عرفته المنطقه، وكنستحضروا كذلك ضعف ديال التواجد الشعبي للاحزاب الكبرى في واحد العدد ديال المجالات في هذه المنطقه. هذا تساؤل مفتوح، ولكن هذا التساؤل يؤدي بنا الى تساؤل اخر، هو هل يمكن لهؤلاء الاعيان وهم وجوه ومسارات سياسيه تواجه بانتقادات أن تنجح في هذا التوجه؟ نحن أمام أعيان عندهم مسارات وعندهم تراكمات في مجال الممارسة السياسية، وهذه المسارات وهذه التراكمات تواجه بانتقادات كبيرة سواء على الصعيد الوطني أو حتى على الصعيد المحلي. هاد الأعيان واش بإمكانهم يملؤوا الفراغ الموجود على هذا المستوى؟ الملاحظة الأخرى هي المتعلقة بالديمقراطية الداخلية، وهنا كنلاحظوا أن أغلب الانشقاقات التي تحدث في المشهد الحزبي تتم بمبرر غياب الديمقراطية الداخلية. لكن اللافت هو أن هذه الأحزاب التي تتأسس بهذه الانشقاقات وبمبرر غياب الديمقراطية الداخلية سرعان ما تكرس نفس الوضع، نفس الوجوه في نفس المقاعد ونفس المسؤوليات ونفس الأمين العام ولعدة ولايات، بل نفس الأمين العام إلى أن يلقى الله. مؤتمرات شكلية لاحترام القانون تتمخض عنها نفس التشكيلة، ما يكرس بؤس المشهد الحزبي في بلادنا. هناك أيضا ملاحظة مرتبطة بالعدد الكبير ديال الانشقاقات في بيت الحركة الشعبية، وهو عدد يسائل حقيقة الوضع في هذا البيت. الحركة الشعبية تأسست في البدايات الأولى لحصول المغرب على الاستقلال، وكلنا كنعرفوا الدور الذي أدته لتكريس التعددية الحزبية والتعددية السياسية في بلادنا في واحد المحيط اللي كان صعيب ديك الوقيته، وكانت فيه تقاطبات على الصعيد الدولي، وكانت فيه معسكرات، وكانت فيه اختيارات معينه بالنسبه للمنطقه ديال شمال افريقيا، وجزء كبير من هذه الاختيارات مشات في اتجاه الحزب الوحيد. المغرب تقريبا هو اللي نجا من هذا التوجه ديال الأحادية الحزبية، وحزب الحركة الشعبية ساهم بقوة في تكريس هذه التعددية الحزبية. لكن هذه الانشقاقات المتكررة بشكل كبير في هذا الحزب يسائل الحركة الشعبية براسها. فشفنا بأن الحزب تأسس من قبل الراحلين المحجوب أحرضان وعبد الكريم الخطيب انشق على أحرضان في الستينات من القرن الماضي، والخطيب أسس حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بالتحديد سنة 1991،
1967. هذا الحزب هو الذي تحول لاحقا إلى حزب العدالة والتنمية بعد استقبال مكونات من الحركة الإسلامية اللي أمنت بجدوى العمل السياسي، العمل داخل المؤسسات. في سنة 89 بإعاز وفق العدد من المتتبعين وعدد من المتخصصين، بإعاز وبدعم من راحل دريس البصري وزير الداخلية المؤثر في المشهد آنذاك، تم انتخاب محمد العنصر على رأس الحركة الشعبية في المؤتمر المعروف بمؤتمر مسرح محمد الخامس، وأبعد أحرضان على الرئاسة ديال هذا الحزب. هذا الأخير أسس في 92 حزب الحركة الوطنية الديمقراطية. هذا الحزب بدوره شهد عدد من الانشقاقات، منها الانشقاق ديال بوعزيكن اللي أسس الحزب ديال الاتحاد الديمقراطي، وقبله عرشان اللي أسس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. والحركة الشعبية أيضا عرفت انشقاقات من بعد، منها الحزب ديال الانشقاق الذي تم خاض عنه تأسيس حزب العهد ديال نجيب الوزاني إلى آخره. ولكن هذا التفريق ديال هذه الأحزاب السياسية يسائل بشكل عام الديمقراطية الداخلية ديال هذه الأحزاب اللي عادة أو اللي دارت إعادة الإدماج من بعد. هذا كثرة الأحزاب، كثرة الانشقاقات في الحركة الشعبية تسائل حقيقة الديمقراطية الداخلية في وسط هذا الحزب اللي حاول أنه يدير محاولة لإعادة الاندماج ديال واحد العدد ديال الأحزاب اللي تفرخت منه واللي انشقت عليه، ولكن دون أن ينجح في وقف النزيف. هذا النزيف لا يقتصر على حزب الحركة الشعبية، هذا النزيف تعاني منه جل الأحزاب، ومنها أساسا الأحزاب الكبرى، وهو الذي أدى إلى ما نعانيه وما نعيشه من هذا العدد الكبير ديال الأحزاب السياسية، ديال تفريق ما نسميه بالدكاكين السياسية. حزب الاستقلال أنجب بدوره عدة أحزاب، انشقت عنه بدوره عدة أحزاب وانشقاقات تلو الأخرى، ويمكن لنا نرجعوا للتفاصيل المرتبطة بهذه الانشقاقات. حزب التقدم والاشتراكية اللي كان هو الحزب الشيوعي المغربي سابقا بدوره عانى من انشقاقات، والمشكلة ديال هذه الانشقاقات دائما أنها في التقييم العام ديال الأداء تكون بدون قيمة مضافة، بل إنها عنصر من الأزمة التي تعتبر هي أزمة عميقة في هذا المشهد الموبوء. وشفنا في هذا السياق التقارير المتتالية للمجلس الأعلى للحسابات حول هذه الأحزاب، لائحة كبيرة من أحزاب غير معروفة، كنعرفوا يلا 8 ولا 9 الأحزاب السياسية، ما تبقى هو عبارة عن أحزاب صغيرة لا حضور لها لا وزن لها، لا تفتح أبوابها إلا في المحطات الانتخابية وفي المواسم الانتخابية، كما كدير واحد العدد حتى ديال هاد الأحزاب اللي كنقولوا عليها بأنها أحزاب كبيرة وبأسماء بارزة. حتى أمهر المتخصصين للأسف الشديد لا يكادون يلمون بكل أسماء هذه الأحزاب اللي عندنا في هذا المشهد. أحزاب شفنا أنها تلتهم ميزانية ضخمة من المال العام لكن دون فائدة تذكر. 33 34 حزب سياسي بأي برامج وبأي مرجعيات، في حين أن الأقطاب لا يمكنها أن تتجاوز على العموم سوى 4 إلى 5 أقطاب: قطب يساري، قطب ليبرالي يميني، قطب محافظ، ثم قطب وسط. وما تبقى يمكن لنا نقولوا بدون مواربة وبكل وضوح هو أنه هدر للمال العام ونزيف يكرس انهيار الثقة بين المواطن والفاعل الحزبي، ويمس في العمق بمصداقية المؤسسات التمثيلية وما يتمخض عنها من قرارات وتشريعات
سياسات